يا بخت اللي بيشجع الاهلي. تعالى هحكي لك على قصتين كده عشتهم والفرق ما بينهم 19 سنة عشان تشوف عظمة الاهلي. قبل ما ابدأ انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى عبد العزيز وحلقة جديدة. في اغسطس 2001 كنت لسه ولد صغير، كان اكتر فرقتين بشجعهم هما الاهلي وريال مدريد. بس الشهر ده والسنة دي خلوني اعشق الفرقتين مش اشجعهم بس. في اغسطس 2001 مدرجات استاد القاهرة مليانة على الاخر. هنشوف زين الدين زيدان ايقونة الكرة بالنسبة لي وافضل من لمس كرة القدم في التاريخ. وده يا جماعة بالنسبة لي انا بس، عشان بس خناقات ميسي ومارادونا وكريستيانو والكلام ده. وقتها قلت كلمة عفوية، قلت يا رب الاهلي يكسب. كلمة بتعكس حبي الشديد للاهلي. اللي كانوا بيتفرجوا معايا على الماتش وقتها قعدوا يتريقوا عليا ويقولوا لي ازاي هنكسب ريال مدريد، ازاي كان بقى ريال مدريد زين الدين زيدان وروبرتو كارلوس ولويس فيجو، كان تيم الاحلام وقتها. ولكن الاهلي لا يعرف المستحيل، كسبنا 1-0. وبعد 19 سنة بحقق حلمي بحضور ماتش للأهلي في كاس العالم للأندية وانا داخل استاد المدينة التعليمية في قطر، وكنا هنلاعب بايرن ميونخ. قابلني مراسل قناة وانا داخل الملعب في طريقي للملعب، وعلى ما اتذكر كانت قناة الكاس. والراجل المراسل يعني بيسألني وبيهزر، بيقول انتوا جايين النهاردة ماتش خلصان لبايرن ميونخ، انت جاي تستمتع بالكورة، مش هيبقى فيه تشجيع، هنفتقد حماس تشجيع الاهلاويه في الاستاد بسبب ان انتوا بتلعبوا بايرن ميونخ. وقعد يضحك ويهزر، وانا اول كلمه رديت عليه بيها ان شاء الله هنكسب وهنفضل نشجع لاخر دقيقه. رديت رد عليه كان شارب شويه، كأن حد بيشتمني، وده كان حاجه تلقائيه غير محسوبه بالمره. نبره هزاره اتغيرت لغيره، ازاي في جمهور كوره بالمنظر ده. دخلنا التالتة شمال وبدأنا تشجيع وفضلنا نشجع من اول دقيقة لاخر دقيقة في الماتش. والحقيقة من اكتر الحاجات اللي مفرحاني ان انا كان قاعد في الكرسي اللي قدامي على طول واحد مشجع درجة تالتة، اسطورة من اساطير النادي الاهلي، وهو محمد ابو تريكة. يا ابو فانيلا حرير حمراء، فنان ولعبك رجولية، يا نجم الكرة المصرية، يا تريكة، يا مدفعية، يا تريكة، والرجل دي، يا تريكة، في الحتة دي، يا تريكة، وصلنا بيها للعالمية، ثانية، ولازم كلنا نعرف ان الاهلي كبير وليه مكانة في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. وهقولها تاني زي ما قلتها يوم ماتش بايرن ميونخ، ان شاء الله هنكسب. انا حاسس ان انا في حلم، ان انا هروح اتفرج على ماتش ما بين الاهلي وماتش ريال مدريد، وماتش رسمي في كاس العالم للانديه. هو في الحقيقه ماتش ما بين نادي القرن الافريقي ونادي القرن الاوروبي، ماتش ليه حسابات تانية خالص. الاهلي في ماتش اوكلاند سيتي لعب ماتش عالمي وعمل كل حاجه في الكوره، فاز ب3 اهداف مقابل لا شيء، وده كاس عالم للانديه، واكيد النتيجه مفرحه للعيبه وجمهور الاهلي. حتى في ماتش سياتل الصراحه مارسيل كولر اتعامل بذكاء شديد جدا. كنا الشوط الاول مش كويسين، ما شطناش ولا كره على الجون، والكره كانت متسابه اكتر لفريق سياتل، الفريق اللي اعمار لعيبته كلها صغيره ولعيبه بتلعب اجريسيف جدا على الكوره. ولكن الشوط الاول عدى بدون اي خطوره حقيقيه على الجون عند الشناوي. وانا ما بين الشوطين كنت متاكد مليون في الميه ان الاهلي هيعمل شوط تاني مختلف تماما، وقد كان. الشوط التاني الاهلي بيلعب وسياتل مش ملاحق يلم الكوره منين ولا منين، لحد كوره قاضيه تانية من قفشه يخلص بيها الماتش 1-0 لصالح الاهلي ونصعد للسيمي فاينل. السيمي فاينل بتاع كاس العالم للانديه اللي هنلاعب فيه ريال مدريد. انا غالبا هفضل حاسس ان انا قاعد بحلم لحد ما يوم الاربع يجي واشوف الفرقتين نازلين الملعب. واخيرا عندي امل كبير قوي ان احنا نكسب، لان مفيش حاجه صعبه على الاهلي. فرقه الاهلي دي عودتنا على كده، عودت الجمهور بتاعها ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. اتمنى نشوف ماتش حلو وربنا يديم علينا نعمه الاهلي. هرمون السعاده بالنسبه لنا على الحلوه والمره معاك يا اهلي.
واشوفكم في حلقات تانية. سلام.